السلام عليكم. في سؤال كتير بيطرح، يعني في بيقابلنا كتير. بيعملوا ايه بتوع جنوب السودان عندنا في مصر؟ ما هو بلدهم خلاص بقى آمن، المفروض يرجعوا. عايزه اقول كده 50%، يعني نص اللي موجودين من بتوع جنوب السودان اللي هنا طلبه. 50% منهم طلبه. الطلبه دول في منهم اتفاقيات دوليه بين الدولتين عن الدراسه، منح دراسيه. والنص الباقي على نفقه خاصه، بيقدموا اونلاين وبيتم قبولهم وبيدفعوا رسومهم وبيجوا. اما بيسكنوا في المدن الجامعيه، اما بيسكنوا بيأجروا شقق بيقعدوا فيها. نيجي للنص اللي باقي التاني 50%، اللي باقي التاني 25% منهم لاجئين جم من زمان، يعني من الثمانينات ولا التسعينات هم جم مصر وتم توطينهم داخل مصر. المفروض يتوطنوا بره زي البقيه في استراليا، امريكا، اوروبا، الدول دي، بس وطنوهم جوه. حتى خلفوا اولادهم هنا ودرسوا في المدارس المصريه العامه والمدارس المصريه الخاصه، وتخرجوا دخلوا في الجامعات المصريه دلوقتي، منهم في الجامعات ومنهم اتخرجوا. فدول المفروض يتم توطينهم بره او يرجعوهم لبلدهم، يقولوا خلاص بلدكم بقى امن، انا يا بتاع المفوضيه، انا البلد جنوب السودان امن، ارجع لك ناسك وتنتهي الموضوع ده. ان 25% اللي باقيين دول منهم بيزنس، بتوع بيزنس، عندهم اشغال واعمال، سيدات اعمال، رجال اعمال، بيعملوا شغل هنا في مصر، يعني مش جديد، ده من زمان. وفي عيانين، ناس كبيره وكده. دول ليه بيكون في بتوع جنوب السودان موجودين في مصر بكميه كبيره؟ اوكي، اي حد يدخل illegal، يدخل تهريب، والنبي رحلوه. اي حد بيعمل مشاكل هو من جنوب السودان وبيعمل مشاكل ودخلنا في حوارات، رجعوه على طول ترحيل. يعني احنا مش ناقصين، مش ناقصين، البلد مش ناقصه، وحتى احنا بتوع جنوب السودان مش ناقصين. اي حد مش ماشي سليم، ورقه مش مظبوط، قاعد من غير اي حاجه، يترحل على طول. شكرا.